سلام بنات، بسم الله. نبداو زنود الست. كاس ديال الحليب، نص كاس نتاع النشا، نص كاس بتاع السكر، والنكهه نتاع الفانيلا. طبعا غادي نخلطوهم. غادي نخلط المكونات ديالي على البارد وغادي نحطهم على الغاز. وفي هذه المرحله غادي نبدا نحرك مزيان حتى يعقد الخليط بتاعي، وطبعا على نار مهيله وتكون المقله ما كتلصقش. ومع التحراك غادي نطفي عليها وغادي ندير النكهه نتاع الفانيلا بتاعنا. هنا من بعد الخليط بتاعي شلته من النار. طبعا راني حكيت ضفت له الفانيلا، راني غادي ضفت له كمان 2 معالق كبار نتاع القشطه. وهون حبايبي الحشوه بتاعنا صارت جاهزه، راح اخليها بس تبرد وراح اجيب الورقه بتاع البقلاوه بتاعنا. بنات، انا بالنسبه لي هذه الورقه كنستعملها في كل شيء بصراحه. البقلاوه، البريوات بتاعنا ديال المغرب. المهم شغله بسطيله راح اشاركها وياكم. المهم لما بخلص بسكرها كويس واسكرها بالنايلون وكتبقى ليا طازه. طبعا غادي ناخذ 3 ورقات، وزي ما بتشوفون هون حبايبي خديت 3 ورقات. طبعا راح اسوي الحشوه هون والفها. طريقه سهله، ما راح اسويها لا زبده ولا اي شيء. وبلف على هذا الشكل لغايه ما اخلص. راح افرجيكم على الحشوه الثانيه. بسوي الحشوه بتاعنا عادي والف لغايه ما اخلص. وهون حبايبي خلاص هسه راح اقطعها اصابع. وبالنسبه للزبده ذوبتها لانه حدخلها للفرن. وهسه سويتهم هون في البايركس. طبعا راح اضيف لهم الزبده، راح ادهنهم وادخلهم للفرن. يعني انا بسوي الكميه اللي راح ناكلون في نفس اليوم، ما بسوي اشي كتير او اشي، بس بتكون الحاله طازه وحلوه. وهون حبايبي رشيت عليها شو اسمه الزبده. طبعا لازم تحتاج الزبده او السمن العربي عادي. هسه راح ادخلها للفرن. وهسه دخلتها للفرن لغايه ما تتحمر. وهذا هو الشكل النهائي بتاعها من بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا راح اشيلها من هاي البايركس، احطها في البايركس الثاني واطفي عليها العسل. طبعا الشيره راه معروفه، سويتها وخليتها على جنب. شكلها محمر بشهي بصراحه، وكتجي صدقوني كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. وهون حبايبي سويت عليها الشيره بتاعنا او الشربات. مهم في بعض المرات اللي بيريد الحاله يخليها فيها عادي، واللي ما بيحب كتير خلاص يشيلها ويزينها بالفستق وخلاص. وانتم بحطها في الصحن نتاع التقديم. طبعا شوفوا هانتم راه خليت ضلوا 3 ما شاء الله. يعني مهم راح ازينها بالفستق وخلاص. واهو حبايبي الشكل النهائي بتاع زنود الست. طبعا زينتها بالفستق الحلبي. مهم كتجي على هذا الشكل خفن زربن، وعن جد كتجي لذيذه لذيذه. طبعا بالنسبه لنا حنا الحشوه الحشوات بالنسبه لها كتختلف. اللي باللوز اللي بالجوز. المهم كل بلد والها الطريقه بتاعها. المهم هاي الطريقه العراقيه بتاع زنود الست كتجي طيبه وسهله ولذيذه. المهم كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. درتو خفيف ظريف، وشكرا لكم حبايبي.